10 أماكن على كوكب الأرض لم تطأها قدم بشر. رقم 10: نهر بورتو برنسيسا الجوفي. يقع هذا النهر الجوفي الرائع في الجزيرة الفلبينية، ويبلغ طوله حوالي 9 كيلومتر. تمت دراسته على مدار قرون، وعلى الرغم من ذلك لم يستطع أي إنسان النزول فيه. يهبط مجراه بمقدار حوالي 30 متر، ثم يرتفع مرة أخرى ليؤدي هذا بالمياه إلى البحر. بالإضافة إلى أنه من المعروف أن هناك في داخله موجات قوية من المد والجزر تتأثر بدورات المد والجزر البحرية. حتى يومنا هذا حاول على الأقل 12 من الغطاسين الحصول على تصريح بالنزول إلى هذا النهر، إلا أن السلطات الفلبينية لم تسمح بذلك حتى بعد أن تم إعلان المتنزه الوطني حيث يقع النهر من عجائب الدنيا السبع في عام 2011. رقم 9: حفرة قلعة هواسكا. تقع قلعة هواسكا في شمال العاصمة التشيكية براغ، وهي إحدى القلاع الأوروبية التي تم الإبقاء عليها في حالة جيدة. لقد أصبحت القلعة الآن قابلة للسكن، إلا أن هذه القلعة لها صفات تجعلها شديدة الغرابة، لأن كل الأنظمة الدفاعية في هذه القلعة تتجه إلى الداخل، وبالتحديد باتجاه حفرة في منتصف القلعة. قام العديد من الباحثين مؤخرا بمحاولات لدراسة هذه الحفرة، ولكن على الرغم من كل الوسائل الحديثة لم يتمكن أحد من تحديد مدى عمقها، ولم يخاطر أحدهم بالهبوط فيها. تعرف هذه الحفرة ببوابة جهنم. رقم 8: جزيرة ليتلا ديمون. تقع هذه الجزيرة الصغيرة في بحر النرويج، وتبلغ مساحتها 820 متر مربع، وهي أصغر جزيرة من بين 18 جزيرة الذين يكونون أرخبيل فارو. وعلى الرغم من أن البعض قد يظن أن هذه الجزيرة من الممكن الوصول إليها بشكل عادي، إلا أن ارتفاعها البالغ 414 متر يجعل من المستحيل بلوغها. حتى يومنا هذا لم يستطع أي إنسان أن يطأ بقدمه عليها. جوانبها الأربعة هي عبارة عن منحدرات حادة يبلغ ارتفاعها على الأقل 100 متر، وبالتالي فهي بمثابة حواجز طبيعية، ويجعل هذا الاقتراب من هذه الجزيرة على متن أي سفينة أمرا شديد الخطورة. على الرغم من أن أحدا لم يستطع الوصول إليها، إلا أن هذه الجزيرة هي موطن لعدد كبير من الخراف التي تتغذى على العشب الذي ينمو على منحدراتها، ولا يعلم أحد بشأن وصول هذه الحيوانات إلى هذا المكان الذي يصعب الوصول إليه. الرقم 7: مناطق بعيدة في سيبيريا. تتميز سيبيريا بكونها الصحراء المتجمدة الأكبر حجما في العالم، حيث تشغل المنطقة الشمالية من آسيا بالكامل. مناخها متنوع للغاية، إلا أن أغلب الأماكن في هذه المنطقة الشاسعة مغطاة بالجليد، وتنخفض درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية تحت الصفر. وبالتالي فمن الطبيعي أن نفكر أن هناك مناطق في سيبيريا لم يزرها الإنسان نهائيا. في يومنا هذا هناك منطقة أكثر اتساعا من تكساس، وتحديدا في شمال شرق سيبيريا، ليس بها ثمة ملمح للبشرية. في الحقيقة غالبا ما تتوقف الرحلات الاستكشافية التي تمت إلى هذه المنطقة عند نقطة محددة، حيث يزداد الشعور بالبرودة، مما يجعل من المستحيل الاستمرار. الرقم 6: جبل جينكار بينسوم. يعد الجبل الأكثر ارتفاعا في العالم الذي لم يتم استكشافه قط. يبلغ ارتفاع هذا الجبل المذهل حوالي 1570 متر أعلى مستوى البحر. يقع في بوتان، ويشكل جزءا من جبال الهيمالايا. حتى يومنا هذا قامت 4 رحلات استكشافية بمحاولة للوصول إلى قمته دون أن ينجح الأمر، وهذا يرجع بشكل أساسي إلى صعوبة صعوده، بالإضافة إلى ندرة النقاط المرجعية ومنع حكومة بوتان القيام بأي رحلة استكشافية، تذرعا بأن صعود هذا الجبل يخالف المعتقدات الدينية ل90% من سكان هذا الشعب الآسيوي. وبالتالي فعلى الأقل في المستقبل القريب لم يستطع أي شخص أن يطأ بقدمه على هذا الجبل المهيب.
رقم 5. أسفل الجليد. سواء في القارة القطبية الشمالية أو الجنوبية، هناك مناطق شاسعة من البحار المغطاة بالجليد، وبوجه عام يعد أي من الموجود أسفل هذه الطبقة من الجليد مجهولا تماما. من المعروف أنه هناك مئات من الكائنات التي تعيش في هذه المناطق، إلا أنه لا أحد يعلم عن كيفية تفاعل الحيوانات والنباتات ومظاهر الحياة الأخرى في هذه المنطقة، نظرا لأن مستوى الجليد مرتفع للغاية، حتى إن أحدا لم يستطع أن يرى ماذا يوجد في الأسفل. في الحقيقة ليس هناك ثمة وسائل حديثة حتى الآن تمكننا من استكشاف هذه المناطق، لأن أكثر الغواصات تطورا قد تكون معرضة للخطر لدى استكشاف هذه المناطق البحرية المتجمدة، لأن الأمر قد يؤدي إلى تدميرها. رقم 4. الهاوية تشالنجر. تقع في منتصف المحيط الهادئ، وتعد المنطقة الأكثر عمقا في خندق ماريانا، كما أنها المنطقة الأعمق على وجه الأرض، حتى إن عمقها يبلغ 11 كيلومتر. منذ اكتشاف الخندق تم إجراء 12 رحلة استكشافية على الأقل في هذه الأعماق، إلا أنه ليس هناك أي رحلة قد نجحت في الوصول إلى عمق هذه الهاوية، حيث يزيد ضغط الهواء عن 195 مرة عن السطح على أقل تقدير. لقد نجحت رحلتين استكشافيتين في الوصول على مقربة من العمق، وكان هذا في عام 1960 على متن غاطسة تم تصميمها خصيصا من أجل هذا الغرض، ووصلت إلى عمق 10,200 متر. أما الثانية فكانت في عام 2012، حيث نزل جيمس كاميرون في ديبسي تشالنجر ووصل إلى عمق 10,650 متر. رقم 3. عمق غابات الأمازون. مثل ما يحدث في سيبيريا، تقع غابات الأمازون على مساحة شاسعة من الأرض من الصعب أن يتم تحديدها، وبالتالي فهي مناطق كبيرة غير مستكشفة أو حتى مجهولة تماما من قبل الإنسان اليوم. في الحقيقة حتى يومنا هذا لم ينجح الإنسان إلا في استكشاف 25% من غابات الأمازون. وطبقا للخبراء في علم النبات وعلم الحيوان، من المقدر أنه في 75% المتبقية دون شك هناك ملايين من أنواع النباتات والحيوانات المجهولة تماما. ليست الحكومة البرازيلية التي تعد المتحكم الرئيسية في غابات الأمازون على استعداد للعمل في استكشاف تلك الغابات التي تعد الأهم على الكوكب، لأن دخول الإنسان إلى هذه الغابات قد تعد هي بداية تدهور هذه الرئة النباتية. نعم، من الصعب القول بأنه ليس هناك ثمة شخص على الإطلاق قد وطأت قدمه في هذه المنطقة، لأن هناك قبائل مجهولة من السكان الأصليين الذين يعيشون في هذه المنطقة، وهم الوحيدون الذين يطؤون هذه الأرض. رقم 2. بحيرة الحمم الأكبر حجما في العالم. تقع داخل فوهة بركان جبل نيرو جانجو، داخل متنزه فيرونغا الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يصل قطرها إلى 900 متر، مما يجعلها المسطح المغطى بالحمم الأكبر حجما في العالم. أما عن عمقها فليس هناك ثمة معلومات، إلا أنه من المقدر أن يصل إلى 10 كيلومتر. كانت الدراسات التي تم إجراؤها على هذه البحيرة معتمدة على التوقعات والحسابات والصور من الأقمار الصناعية، لأن ما تفرزه هذه البحيرة من الحمم والأدخنة هي مواد سامة للغاية، مما يجعل من المستحيل أن يقوم علماء الجيولوجيا بالاقتراب من هذه البحيرة، وبالتالي فقد أصبح هذا المكان من ضمن المناطق التي لم يتم استكشافها قط. وننتهي برقم 1. مركز الأرض. دون شك تعد هذه المنطقة هي أكثر المناطق غير المستكشفة شهرة على الإطلاق، وعلى عكس المناطق الأخرى على هذه القائمة، من المقدر أنه ليس هناك ثمة أحد على الأقل في المستقبل القريب قد يستطيع الاقتراب من مركز الأرض. في الحقيقة لقد كانت كل الرحلات الاستكشافية التي استهدفت هذه المنطقة فاشلة تماما، ولم تستطع أي من تلك الرحلات التوصل إلى حقائق علمية عن المنطقة. طبقا للعلم، من أجل الوصول إلى مركز الأرض يجب تخطي عدد كبير من العوائق التي يصعب على الإنسان أن يتخطاها، لأنه يجب التغلب على الضغط الجوي الشديد، بالإضافة إلى بحيرات الحمم البركانية أسفل الأرض والحقول المغناطيسية
إلى جانب الهبوط لمسافات كبيرة. نظراً لهذه الأمور، فإن استكشاف مركز الأرض يعد من الأحلام الكبرى بالنسبة للإنسان. هذا كل شيء لليوم يا أصدقائي، نتمنى أن نكون قد أفدناكم ومتعنا أذهانكم بما قدمناه لكم. والآن قم بالضغط على زر أعجبني إذا أعجبكم هذا الفيديو. اشترك الآن معنا في القناة ليصلك منا كل ما هو جديد. نلقاكم بفيديو جديد من قناة متع ذهنك. إلى اللقاء في الفيديو القادم، وشكرا على المشاهدة.